الدولي الجزائري سفيان فيغولي وفي حوار مثير لمجلة سوفوت الفرنسية كشف عن عديد الأمور، أين أثنى كثيرا على الجيل الحالي للمنتخب الوطني، كما انتقد العنصرية في فرنسا مجددا وعاد إلى القضية الفلسطينية مبديا تعاطفا كبيرا معه. مجلة صوفوت الفرنسية الشهيرة نشرت حوارا مطولا وفريدا أجري مع سفيان فغولي نجم المنتخب الوطني ونادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، تم التطرق خلاله إلى نقاط عديدة غير مسبوقة في مشوار سوسو سواء الدولي أو على صعيد الأندية، فضلا عن بعض الأمور المتعلقة بحياته الخاصة وميولاته. الدولي الجزائري أكد في بداية حديثه مقولة الجزائريون يشبهون البرازيليين في كرة القدم، مستدلا بتقليده قصة شعر رونالدو نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق التي سامبا للعودة إلى المونديال الأخير، وقال: كانت دورة لا يمكن تضييعها، بمجرد أن وطأت قدماي الأرض البرازيلية اكتشفت أن الأمور الجادة بدأت. الجزائريون كانوا هناك، هم في كل مكان، حتى الحلاق وجدناه هناك من جنسية جزائرية، سواء كنت في أوكرانيا، تايلاندا أو البرازيل، هم في كل مكان. نجم الخضر امتدح أيضا مواطنه ياسين براهيمي الذي قدم مونديالا رائعا في البرازيل، مؤكدا أن البرازيلي رونالدو انبهر بشكل شخصي بما قدمه نجم بورتو الحالي، خاصة بهدفه في مرمى كوريا. وجدد سوسو تأكيده تعصبه للاعبين المغتربين، خاصا بالذكر الجيل الحالي للخضر الذي قال إنه صنع المعجزات، قبل أن يشيد بأسطورة الخضر السابق رابح ماجر الذي حسبه يبقى الجزائري الوحيد الذي حقق مشوارا احترافيا استثنائيا، منوها بالاحترافية الكبيرة التي تسير بها الفاف المنتخب، ومؤكدا في هذا الصدد أن الفاف جعلت لاعبي الخضر ملوكا في إفريقيا، ليوجه بعدها سهام الانتقادات صوب الساسة الفرنسيين بقوله إنهم يكرهون المسلمين. فغولي أكد تعلقه بكل ما هو جزائري، وأكد مساندته القضية الفلسطينية، وأنه يتعصب لها بسبب جزائريته وإسلامه، ليختم حواره بالتأكيد أن قصة محرز مع ليستر سيتي تستحق أن تكون فيلما هوليوديا. في أخبار محترفين وفي تصريح آخر مثير للجدل، وصل سفيان فيغولي تحدي جيل الثمانينات بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل بعد أن أكد أن لا أحد من جيل الثمانينات عاد. ربح ماجر أدى مشوار 90% من لاعبي المنتخب الوطني، مشيرا في تصريح خاص به موقع سوفوت الفرنسي في الجزء الثاني من حواره، نقله موقع ديزاد فوت أنه هناك بعض الأطراف في الجزائر لا تعتبر المغتربين جزائريين، مؤكدا في سياق حديثه أن الجيل الحالي للخضر عاد رسم خريطة الكرة الجزائرية عالميا نظرا للتقدير الذي يحظى به عكس ما كان عليه سابقا. فيغولي أكد أيضا أن اللاعبين تحدهم إرادة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية لإسكات الأفواه المنتقدة، خاصة من بعض اللاعبين القدامى. للحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة وعبر الهاتف نجم الكرة الجزائرية السابق، اللاعب الدولي السابق الأخضر بلومي. أهلا وسهلا بك الأخضر بلومي. إذن سفيان فيغولي وفي تصريح آخر مثير للجدل يقلل مرة أخرى من إنجازات الجيل أو جيلكم جيل الثمانينات، ويصرح بأن هذا الجيل جيل الثمانينات لم يؤدي 90% من مشوار الجيل الحالي. كيف تعلق؟ نحييك اولا ونحيي المشاهد الكريم. طبعا انا نحترم، هو مسؤول على التصريحات تاعو. على كل حال الجيل تاعنا الثمانينات يبقى في التاريخ، احنا اللي كتبنا كره، يعني تاريخ الكره الجزائريه، طلعناها في المستوى، فزنا على المانيا الى اخره. يعني احتراماتنا يعني الجيل تاع الافلان، فريق الافلان ضحوا من نفوسهم ويعني وروا كذلك الكره الجزائريه انذاك في ذاك الوقت. ولكن احنا كنتيجه يعني رحنا شاركنا بفوزين و6 نقاط يعني، وما زلنا كما خلقنا للفيفا مشاكل، يعني غيرت الامور، لي ريغلمون جينيرو تغيروا على خاطرنا. هذا الشيء كله تاريخ. ولكن بالنسبه لاعب فيغولي صراحه هو راه منرفز شويه على الاعصاب تاعو تاع المباراه الاخيره هذه ديال الكاميرون. احنا نحترموا، احنا نقولوا معليش هضر كيما تحب. انا بيرسونالمون نهضر باسم كل اللاعبين يعني المحترمين تاع الجيل الثمانينات.
احنا نتعرفوا بكم سي فري درتوا انجاز في الدوزيام تور، ولكن ثلاث مرات خسرتوا مع المانيا. احنا يعني فزنا عليهم كما قلت لك. المشكل تاع الكومبين اوتريش المان خلقنا الفيفا مشاكل الى اخره، هذا يبقى في التاريخ. ولكن ما احنا نحترموا، ما نقولهمش احنا خير منكم، احنا نحترمكم. المهم يجيبوا لنا ان شاء الله الفوز ضد نيجيريا كما ربحناهم حنايا الجيل الي روتور، وربحنا زومبي الي روتور كذلك 86، ورحنا شاركنا مرتين. دونك معليش يعني الكره راهي في رجليكم، حقوا الكلام تاعكم، حقوا بلي انتم احسن منا. فوالا سي تو سكو جو لوي دير. طيب السيد الاخضر بلومي، قلت بانه انتم كجيل الثمانينات تحترمون جيل جبهة التحرير الوطني، هل هذا يؤكد بأن سفيان فيغولي لم يحترم بهذه الصيغة جيل الثمانينات؟ لا ما جو بونس بلي ما فهمش الكلام تاعنا يعني. ما سارتان جوار ديكلاراسيون تاعهم ما قالش بلي حنا نلعبوا خير منهم. نو قلنا حنا اللي كتبنا الكره الجزائريه في الصباح، حنا كتبنا التاريخ، طلعت الجزائر يعني الكره الجزائريه في المستوى الى جامي ان جوار ان اونسيان جوار قال حنا احسن من الجيل. هما يتكلموا بهذا، احنا احسن من الجيل 80. احنا كما ذكرت لك احنا درنا تاريخ، ولكن جامي قلنا بلي احنا احسن من الجيل السبعينات واحسن من الالفان. جامي، بالعكس نحترموهم كراساوي، يعني عاندناهم ولحقنا ودرنا نتائج بالقبل لعبنا الالوان الى اخره. هذه هي لا ديفيرونس. حنا سي فري بكري ما كانش امكانيات، لعبنا لي كولار وربي وفقنا جبنا نتائج، ولكن هو راه يفهم هذه بلي لا انا او نون دو مي كويكيبي والاصدقاء تاعي احنا نحترمكم. جامي جوار قال احنا احسن منهم. طيب نعم. طيب الاخضر بلومي، لما فيغولي يقول بانه جيلنا الحالي اكسب الكره الجزائريه تقديرا عالميا، وهذا حسب يعني تصريحه لم يكن في الماضي، ماذا نفهم؟ لا يعني قلت لك احنا ما ندخلش يعني في التفاصيل. هو راه يقول 90% هو يعني الكره الجزائريه هو اللي دارها مع لا الجزائر كانت معروفه من الثمانينات يعني. بعد الاصلاح الرياضي تبارك الله الميداليات والنتائج بدات من الثمانينات، مرتين توالي كاس العالم وخمسه وست مرات ثاني كذلك حتى ال 90 يعني مشاركه كاس افريقيا، وفازت بالكاس افريقيا عام 90 وبالون دور. يعني نعطي مثال سي فيغولي هذا ما يفكرش، انا نفكر في الجيل تاعو، يفكر في المستقبل الكره الجزائريه. انا طون ريستون الجيري يجي البالون دور، يلا ان شاء الله تكونوا 3 و4 في لا ليست على البروشان بالون دور كما ما جا ثاني كذلك من راح للبورتو دار البالون دور دوزيام. هذا هو الصح. الكلام لازم النتيجه، لازم الاداء في الميدان. طيب ككلمه اخيره فقط سيد الاخضر بلومي، ككلمه قصيره فقط حتى نختم معك، الى متى يبقى هذا الصراع؟ وهل ترى بأن هذا الصراع سيفيد الكره الجزائريه؟ لا بدون شك سؤال هام جدا. هذا كاع ما ينفعش وما يخدمش الكره الجزائريه. يلا ما يسموش ديكلاراسيون باسكو بيناتنا ماشي قدامى لاعبين، حتى الشعب راه يدخل، حتى انتم لا بريس مشاكل كبيره يعني. حتى انتم كي نشوفكم تتكلموا رجعتوهم مانيش عارفه ماشي ابطال يعني، هما اللي خلقوا الكره. لا قول لهم يرجعوا رجليهم يحطوهم في لار ويلعبوا كره وياكدوا الكلام تاعهم. ممكن عندهم صح ياكدوا ويربحوا نيجيريا وزومبي. طبعا نعم السيد الاخضر بلومي، اؤكد لك من هذا المنبر انكم ابطال وهم ابطال، وانتم ملهموا هؤلاء الابطال يعني في الجيل الحالي. اشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل. شكرا. أبدى الجزائري ونجم نادي بوردو الفرنسي آدم الناس حسرته الشديدة لتضييع فرصة أول ظهور مع المنتخب الوطني بمناسبة مباراة نيجيريا بداعي الإصابة، لكنه تمنى في المقابل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017.
آدم أوناس الموهبة الصاعدة لنادي بوردو خص الموقع الرسمي لناديه بحوار خاص أبدى فيه حسرته الشديدة على تضييع فرصة تسجيل ظهوره الأول بألوان المنتخب الوطني في مباراة الجولة الثانية من تصفية مونديال روسيا أمام نيجيريا بسبب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الأخير أمام أولمبيك مارسيليا، وهي الإصابة التي أكد صاحب 19 عاما أنه يخشى أن تتسبب في ابتعاده عن الميادين أكثر من أسبوعين، وهو الذي يشعر أنه في أفضل أحواله البدنية والفنية في مستهل الدوري الفرنسي. أوناس أكد أنه كان متحمسا كثيرا للمشاركة في التربص القادم للخضر بعدما وجه له الناخب الوطني الجديد ليكانس الدعوة، لكن الإصابة التي تلقاها أخلطت جميع حساباته، معربا عن أمله الكبير في أن يكون حاضرا مع الخضر في نهائيات إفريقيا بالغابون شهر جانفي القادم. الدولي الجزائري الذي تمنى أن يسترجع فريقه نشوة الانتصارات السبت المقبل في اللقاء الذي سيجمعه بنانسي في الدوري الفرنسي، أكد أنه سيكون المناصر الأول لزملاء القائد كارل مجاني في الاستحقاق الهام الذي ينتظرهم أمام نيجيريا يوم 12 من الشهر الجاري.